ولك وينه هذا المسؤول الجديد يلي بده يلقي كلمة على أساس الساعة 8 وهلا الساعة 9 ولسه ما عملوا نقل مباشر؟ إيه، طول بالك شوي. هذا مسؤول عربي بده يلقي كلمة، مو حي الله. العمى شو بصرتك بتضل محروقة. ودخلك فهمت لي شو المناسبة وشو مركزه لهذا المسؤول الجديد؟ عم يقولوا هذا الحدث تحت شعار صمودكم يعجبنا. يا حبيبي كمان عن الصمود، لك الله وكيلك صمتنا قد ما صمدنا. خلاص اسكت، سمعنا اسكوتك. ليكن انتقلوا لقاعة مؤتمرات. تفرج. هذا المسؤول معتلي المنبر وبده يخطب فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشعب العظيم، جئت اليوم مهنئا صمودكم الطويل الذي امتد لأكثر من 12 عاما. صمودكم الذي أذهل العالم وجعلكم في مصاف الدول المتقدمة بالصمود. لذلك وتكريما لكم قررت الحكومة الموقرة تحديد يوم عطلة رسمي سنوي يدعى يوم الصمود السوري. وتم اتخاذ قرار بتشكيل وزارة جديدة تدعى وزارة الصمود السوري، وتم تسميتي أنا شخصيا وزيرا للصمود السوري كي يرعى هذا الصمود العظيم. فهنيئا لكم بهذا العيد وبهذه الوزارة وبهذا الوزير الذي هو أنا. وأعدكم أنني سوف أبذل كل جهدي كي أزيدكم صمودا وأوفر لكم كل متطلبات الصمود. لذلك قررنا وعلى الوجه المستعجل إنشاء قناة فضائية خاصة تدعى قناة صمود، تحثكم وتشجعكم على الصمود بشكل يومي، وإنشاء موقع إلكتروني يدعى صمود دوت كوم. وسوف نقوم بتوزيع سيديات لكم بشكل مجاني تحتوي على كل أنواع الصمود وعلى أفضل الوصفات الصمودية، وكذلك على الشعارات الطنانة التي تخدركم وتجعلكم تصمدون حتى آخر نفس في صدوركم. وكي نقوم بأعمالنا على أكمل وجه فقد استوردنا لكم شرائح إلكترونية تربط على معاصمكم تحتوي على منبه صمود يذكركم كل ساعة بالصمود، وعلى الجميع استلامها بشكل إجباري خلال مدة أقصاها شهر من مراكز الصمود التي تم افتتاحها في كل مدينة وقرية. وبالمناسبة الشرائح متوفرة بكثرة وبقياسات تناسب الجميع. وأخيرا وليس آخرا، قررت الحكومة أيضا تخصيص نصف ميزانية الدولة من أجل متطلبات الصمود، ومن أجل ابتكار وسائل وطرق جديدة كي تزيدكم صمودا وتجعلكم أيقونة العالم بالصمود. فهذا حلمنا المنشود الذي نسعى إليه، سائلين الله عز وجلاله أن يزيدنا إلهاما كي نبتكر لكم دائما وسائل صمودية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا. السلام عليكم. عجبك هيك أستاذ فريد؟ هذا اللي كان ناقصنا، إلى عن 1 2 3 10. أكيد ما عجبني يا أستاذ وحيد، بس الواحد شو بده يقول ما بيعرف. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قوم
خلينا نروح على القهوة مشان تحكي لي كم نكتة من نكتك البايخة. لسه نكتك مصيبة أكبر من المصيبة اللي إحنا فيها. طيب مثل ما بدك، بس شو رأيك أحكي لك نكتة قبل ما نروح؟ لا يستر على عرضك لاحقين. قوم 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 خلينا نمشي قوم.